عسلامة عسلامة الناس الكل، مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد. اليوم رجعت لكم كما العادة بروسيت جديدة. بما انه توا الطقس برد وانا اول شهوة تجيني على بالي صحفة لبليبي مشخشخة. كنت تحبوا تعرفوا الروسيت كيفاش؟ ما عليكم كان تكملوا معايا الفيديو للاخر. لهنا اول حاجة بديت بها، حضرت المكونات متاعي اللي باش نستحقهم الكل. باش نستحقوا 200 جرام حمص منفخ، لازم يكون منفخ على الاقل 5 سوايع هكاكا. الحمص هذايا اخترته يكون جويد باش يتبنى في ساعة. به كما قلت لكم باش ناخذ 200 جرام حمص باش نحط عليهم ايترتين ماء. هاوكا على ال 100 جرام نحطوا ايتر ماء باش نحطهم مع الماء في وسط مقفول، ومن بعد باش نفوحهم. باش ناخذ ريوس ثوم هرستهم معاهم شويه ملح باش نحطهم معاهم، وباش نفوحوا باش نزيدوا مغرفه كبيره كمون، وباش نحط معاهم شويه زيت ونحطهم فوق الغاز نخليه يطيب في عقله. انا لهنا خليته حتى كشلين طاب على الاخر حكايه ساعتين هكاكا، والماء متاعو الكل خثير والحمص طاب معنا مليح مليح. وكيف يبدأ الحمص يطيب؟ ما تنساوش كل مرة تتفقدوه، تحولوا أكل الكشكوشة متاعو الزايدة وتغفصوه شوية بالمغرفة باش هكاكا يسيب البنة متاعو. لهنا بعد ما طابت الصوص متاعي فتفت الخبز بالطبيعة، وحضرت صحفة اللبلابي متاعي. أنا ما نحسوش لبلابي كان ما نحضرلوش الصحفة متاعو. به كيف ما قلت لكم فتفت الخبز بالطبيعة لازم يكون بيت مش جديد. وباش نبدأ نحط عليه في الصوص متاعي متاع الحمص، نحطها فوق منه، ومن بعد باش نزيدوا الهريسة بالطبيعة. وانتم كما تحبوا تحطوا برشا هريسة وإلا شوي. أنا لهنا الهريسة حليتها مع شوية زيت زيتونة وماء. وباش نزيدوا بالطبيعة رشة أكل كمون خاطرها تبنوا على الآخر، وباش نحط معاه عظمة مروبة. أنا لهنا العظمة نسيتها شوي فوق الغاز يا أخي طابت لي، مش مشكل، هي بقات مروبة مش طيبة برشا. ومن بعد باش نزيدوا رشة الطون بالطبيعة وأكهو. وهكايا صحفة اللبلب متاعي تكون حاضرة، بقى لي كان نخلطها وناكلوها ان شاء الله. يا ربي الرسيت تكون عجبتكم، ونستنى تشجيعكم كما العادة، ونتقابلوا في فيديو آخر إن شاء الله، وباي باي.